السلام عليكم الزملاء. كما شاهدتم أمس مباراة اتحاد العاصمة لم تلعب أمام فريق نهضة بركان. حتى لجنة الانضباط اللي المفروض راح تطلع قرار اليوم ما طلعتش بأي قرار. صراحة ما لفت انتباهي في هذا الموضوع هو تكرار الإفراط في المظلومية من طرف الأندية المغربية لما تلعب في الجزائر، حتى المنتخباتها. يعني هذا الموضوع تكرر خلال السنوات الأخيرة، ولو أن العلاقات بين الجزائر والمغرب ما هيش مليحة، لكن إدخال أو إفراط في استخدام السياسة أو إدخال السياسة في الرياضة أمر مبهم جدا وغير معقول من طرف الكرة المغربية، من طرف أنديتها وكذلك الاتحاد أيضا في استخدامها في مواجهتها أمام الجزائر. لن نذهب بعيدا. في مباراة شبيبة القبائل أمام الوداد المغربي في النسخة الماضية من بطولة دوري أبطال إفريقيا حصل مشكل كذلك تم إدخال فيه السياسة في الموضوع. موضوع اللي كان عنده علاقة بالراية المغربية أو العلم المغربي، اللي قالت بعض الصحف وقتها وحتى بعض الإعلاميين المغربيين المعروفين أن الجزائر قامت أو السلطات الجزائرية قامت بإنزال العلم المغربي اللي كان موجود في ملعب 5 جويلية. وقتها صار مشكل كبير، يعني حتى تم تهديد أنه اللجوء إلى الفيفا واللجوء إلى الكاف لأخذ حق الفريق المغربي وحق المغرب كما تم تصويره خلال هذيك الفترة. أنا بصفتي مشجع لفريق شبيبة القبائل وصلت للمعلومات اللي كانت موجودة في ملعب 5 جويلية اللي خلتني ننشر توضيح فيما يخص هذا الموضوع. المشكل في هذه النسخة لم يكن من شبيبة القبائل أو السلطات الجزائرية، بل كان من نادي الوداد نفسه. في المسابقات الإفريقية كل فريق يشارك أو يلعب خارج الديار مطالب أنه يأخذ معه العلم أو الراية الوطنية ببلده. اللي صار في موضوع الوداد أن الفريق المغربي لم يحضر العلم، حتى القنصلية المغربية الموجودة في الجزائر كانت في وهران، يعني بعيدة، ذكروا فقط العلم المغربي لما دخلوا أرضية الملعب. هنا الحل من الاتحاد الإفريقي مع السلطات الجزائرية أو اللجنة المنظمة التابعة للجزائر لتنظيم هذه المباراة، اتفقوا أنه يتم عدم وضع أي علم للفريقين أو لبلدان الفريقين. هذه المعلومة صحيحة، كان المفروض الناس تتقصاها قبل ما تنشرها، لكن الناس اللي تعودت أنها تنشر الفتنة دائما ما تخرجنا بهذه الخرجات. لهذا بعد الماتش ما شفناش رد من طرف فريق الوداد أو الاتحاد المغربي اللي كانوا يهدوا أنه يلجأوا للفيفا لأنه ما عندهمش حجة أو سبب اللي يخليهم يقاضون اللجنة المنظمة المحلية الجزائرية في هذه المباراة. يعني الخطأ كان من فريق الوداد. مرة أخرى ادعاء بالمظلومية كان موجود في قضية مباراة فريق اتحاد العاصمة أمام نهضة بركان. كل هذا باش ينساو جوهر المشكلة اللي هو التعدي على قوانين الاتحاد الأفريقي وحتى الاتحاد الدولي فيما يتعلق بقمصان الفرق المشاركة في المسابقات الخارجية. لو رحنا للقوانين راح نلقاو الكثير من القوانين ترفض أن الفريق المغربي يلبس هذاك القميص اللي كان جابه باش يلعب به مباراته أمام اتحاد العاصمة. أولا قانون الفيفا التأديبين ومدونة الأخلاقيات في المادتين 15 و 23 يعاقبين أي جهة كانت تنال من كرامة وسلامة أي بلد كان من خلال الشعارات أو الألوان أو حتى الأعلام. لو رحنا لمجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم المخول بإصدار قوانين كل الألعاب متعلقة بكرة القدم، يرفض أنك تزج الرياضة في السياسة أو أنك تحمل شعار فيه توجه سياسي، يعني هذا في المادة 17. أما المواد القانونية المتعلقة بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم المادة 6 واش تقول؟
تقول بأن الدولة المستضيفة هي اللي راح تعطيك ترخيص المتعلق بالشعارات أو الإعلانات الموجودة في القميص. هذا لا يعني أنه الشعارات المتعلقة بالسياسة عندها تراخيص، ما عندهاش أي تراخيص. كما قلت في البداية، مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم يرفض زج الرياضة في السياسة. أما المادة 7 من قانون الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يلزم الأندية اللي تسافر خارج بلدانها تأخذ معها نوعين من الأقمصة، نوع واحد يكون النوع الأول يكون فيه إعلانات، والنوع الثاني بدون إعلانات، باش إذا شرى عدم ترخيص لهذا النادي في هذاك البلد اللي راح يلعب فيه أمام منافسيه، رفض أنه هذا الترخيص الخاص بالإعلانات اللي موجودة في القميص أو التيشيرت الخاص به، رفضوه هذه الدولة، يكون عنده ريزيرف، عنده القميص الثاني. هنا الاتحاد الافريقي وراه القميص الثاني اللي كان المفروض يكون بديل لهذاك القميص اللي فيه شعارات. احنا لو نرجعوا للخلف فقط، فريق شبيبة القبائل في خلال نسخة 2021 لما وصل لنهائي كأس الكونفدرالية لعب أمام الرجاء المغربي. لما تذكروا كان المباراة هذيك الفريق كان راح يلعب بقمصان عليه تيفينا فيه مكتوبة بتيفينا. الأخير رفض الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الزم على فريق شبيبة القبائل إيجاد حل لهذا الموضوع، اللعب القميص الثاني. بما أن الفريق شبيبة القبائل ما عندوش القميص الثاني، يعني وجد نفسه في موقف صعب جدا في هذه المباراة. العكس مع فريق النهضة بركان، احنا شفنا كيف كانت مبادرة الاتحاد الجزائري لكرة القدم لما خصص قمصان لهذا الفريق المغربي، لكن في الأخير رفض ذلك. الموضوع الآن مش مشاكل سياسية، مشاكل سياسية نخليوها للناس اللي يفهموا في السياسة، لكن الموضوع الآن موضوع التعدي على قوانين كرة القدم، والتعدي على الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والتعدي في نفس الوقت على قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم. هذا الأسلوب تكرر خلال السنوات الأخيرة من جانب المغربي. شئنا ما أبينا، الخطأ دائما يكون من طرف الأندية هذه تحاول تفرض أمور سياسية في كرة القدم، وهذا مرفوض. أظن أن الموضوع راح يكون في محكمة التحكيم الرياضي، الكأس أو الطاس، اللي راح تحسم الموضوع، بما أنه الاتحاد الإفريقي أمام موقف محرج، لأنه مستحيل باش يغير في قراره. يعني حتى الطعن اللي داروه الاتحاد الجزائري كنت ننتظر أنه يتم رفضه، لأن الموضوع كما قلت أصبح محرج للاتحاد الإفريقي لكرة القدم. لأن الموضوع الآن أو الإشكال المطروح، كيف سمحت لجنة المسابقات التابعة للكاف نفسها بترخيص هذا القميص خلال الفترات الماضية منذ بداية البطولة؟ هذا هو جوهر المشكلة. المفروض هذه اللجنة أو هذا الاتحاد يستحق ليست معاقبة، إنما الطرد نهائيا، لأنه صراحة أفسد كل ما هو لديه علاقة بكرة القدم الإفريقية. هذا فقط اللي عندي بخصوص هذه القضية، اللي نتمنى أنه محكمة التحكيم الرياضي تعطي للفريق الجزائري حقه، لأنه كما نقولوا لا يمكن تغطية الشمس بالغربال، حتى الحقيقة ما تقدرش تغمها، لأنه هذه القوانين بمثابة حق في حد ذاته.